السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الحامض كتجي زوينه. يعني بعض المرات كنبغيو شي حاجه حلوه في السحور. عندنا في المقادير 3 البيضات، شويه ديال الملح، كاس لاروب ديال السكر، فاني. نطربو شويه ونرجع معكم. صافي هنا منين قربت السكر مع البيض غنزيد ربع كاس ديال الحامض، عصير ديال الحامضه صغيره. كاس ديال الزيت، قشره ديال الحامضه، كاس لاروب ديال الحليب، هنا نزيدو 2 كيسان ونص، 2 كيسان ونص ديال الدقيق. خديت المول درت فيه دهنته بالزبده صافي ودرت فيه الخليط. هنا ندوزو نديرو الكريمه. عندنا كاس ديال الحليب، ثلاثه المعالق ديال السنيده، فاني، قشور ديال الحامضه، ثلاثه المعالق ديال الكريم باتيسير، ثلاثه، جوج صفار ديال البيض، جوج كيسان ديال الحليب. قبيله قلت غير كاس، 2 كيسان ديال الحليب. صافي هنا منين نشوفوها بدات كتقال معانا غنزيدو شويه الحامض، صافي هنا درت الكريمه الوسط وزينتها بشويه الحامض، شويه نعناع، شويه بافو. نتمنى تعجبكم، كتجي لذيذه الكيكه.